القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى. يعني في هذا الموضوع غادي نعرفوا الفرق ما بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية، وكذلك الفرق ما بين القواعد القانونية والقواعد الدينية، وكذلك الفرق ما بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات. إذا غادي نحاول نشرح لكم بشي شرح يكون ملخص وبالدارجة ويكون مفهوم. وكذلك ما تنساوش تبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد كنحطوا لكم. وكذلك حطوا لي في لي كومونتير المواضيع اللي بغيتوا تعرفوهم، يعني بخصوص هذه المادة هذه شنو هما المواضيع اللي بغيتوا نشرح لكم. إذا الآن نبدأ بالقواعد القانونية والقواعد الأخلاقية. يعني شنو هي الفرق ما بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية؟ إذا لدينا أولا القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية. إذا كيف كتعرفوا فأن في الفيديو الأول اللي كنت حطيت فهدرت على القواعد القانونية، يعني ما المقصود بالقانون، قلنا هو مجموع من القواعد القانونية إلى غير ذلك. دابا غنعرفوا أولا التعريف ديال القواعد الأخلاقية باش نبرزوا الفرق ما بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية. إذن يقصد بقواعد الأخلاق هي مجموع المبادئ والقيم التي تحكم السلوك، يعني مجموعة ديال المبادئ والقيم اللي كتحكم لنا السلوك وترقى بالإنسان نحو الكمال والسمو والفضيلة. ويترتب على مخالفتها تأنيب الضمير، يعني لا خالفتها كأنبك الضمير ديالك. هذا هو المقصود بالقواعد الأخلاقية. دابا غادي نعرفوا الفرق ما بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية. هذا الفرق هذا غادي نعرفوه من خلال أوجه الاختلاف، يعني فين كيختلفوا وفين كيتشابهوا. نبداو بأوجه الاختلاف. إذن أوجه الاختلاف ما بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية يتجلى من خلال ثلاثة نقط أساسية. أولا غنعرفوا من حيث الهدف، شنو هو الهدف ديال القواعد القانونية وشنو هو الهدف ديال القواعد الأخلاقية. فالقواعد الأخلاقية تهدف إلى الارتقاء بالفرد في ذاته، وبالتالي الوصول بالفرد إلى درجة الكمال. يعني الهدف ديال القواعد الأخلاقية هو الارتقاء بالفرد في ذاته والوصول بالفرد إلى درجة الكمال. أما الهدف ديال قواعد القانون فهو حفظ النظام العام داخل المجتمع، يعني تحقيق الاستقرار والأمن. يعني الهدف ديال القانون هو تحقيق الاستقرار والأمن، يعني الاستقرار تعيش بخير ما يأذيك حتى واحد وتعيش مرتاح، والأمن كذلك يعني يكون عندنا واحد الأمن في المجتمع ديالنا، يعني ما يكون لا جرائم لا والو وتعيش بخير. هذا هو الهدف ديال القانون. كذلك الاختلاف ما بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية نجدها كذلك من حيث الجزاء. يعني شنو هو الجزاء ديال القواعد القانونية وشنو هو الجزاء ديال القواعد الأخلاقية في حال خالفها شي واحد. يعني في حال خالف شي واحد هذه القواعد شنو هو الجزاء؟ فالجزاء في قواعد الأخلاق فهو معنوي يتجلى في تأنيب الضمير ورد فعل المجتمع. يعني الجزاء في القواعد الأخلاقية فهو معنوي، يعني ماشي مادي ملموس، وإنما معنوي يتجلى في تأنيب الضمير.